السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم فيديو جديد. فيديو النهارده إن شاء الله عن علافات السمان البيور وجميع مستلزمات عنابر الدواجن. موجود بفضل الله بأي كمية من علافات السمان الخامة البيور، حاجة نظيفة جدا. طبعا حضراتكم استخدمنا علافة السمان في فترة التحضير، وبالفعل منعت معانا تهدير العلف اللي كان بيحصل من طبق التحضير. طبعا حضراتكم موجود لونين من علافات السمان، اللون الاصفر واللون الاحمر. وطبعا حضراتكم علافات السمان ينفع نستخدمها سواء تربيه في البطاريات او في التربيه الارضي. يوجد حضراتكم علافات السمان باي كميه. موجود حضراتكم جميع مستلزمات عنابر الدواجن. موجود معانا الشفاطات الاتحاد الاوروبي من اول المقاس اللي 40 في 40 لحد اكبر مقاس اللي هو 85 في 85. وطبعا حضراتكم انا بنصح باستخدام الشفاط الاتحاد الاوروبي. عمره الافتراضي بيكون طويل جدا لان موتوره بيكون على ملف نحاس ورمان بلي. كمان حضراتكم تقدر تعتمد عليه بشكل كبير جدا في الصيف، يعني يشتغل معاك طول اليوم مفيش اي مشكله. كمان هيساعدك انك يقلل معاك درجات الحراره مع خلايا التبريد. طبعا حضراتكم كمان الشفاط الاتحاد الاوروبي بيكون ليه صيانه، يعني لو احتاج بلي او احتاج الاكس فيه مشكله او لا قدر الله الموتور يتحلق ينفع نلف الموتور. فدايما بنصح باستخدام الشفاط الاتحاد الاوروبي. عمر الافتراضي بيكون طويل جدا، ويوجد حضراتكم جميع مقاسات الشفاطات الاتحاد الاوروبي. موجود كمان حضراتكم علافات البطاريات، العلافه الصاج اللي 2 متر محمله ومجرفنه ضد الصدى. وموجود حضراتكم كمان وش البطاريه الجديد بيكون 2 متر ارتفاع 40 سم، بيكون فيه 2 باب، وش محمل ومجلفن والكتروستاتيك. طبعا حضراتكم مجلفن ضد الصدى، والكتروستاتيك اللي هي الماده الخضراء او الماده الزرقاء دي بتحافظ على السلك. الوش حضراتكم بيكون جاي معاه المسطره او الجرايه اللي بنوسع وبنضيق حسب عمر الكتكوت. يوجد كمان حضراتكم الشفاط المصري، الشفاط 60 في 60 وبخاخه التطهير اللي بنستخدمها في التطهير بعد انتهاء الدوره. وعلافات السمان زي ما وضحت لحضراتكم موجود منها اللون الاصفر واللون الاحمر. موجود كمان حضراتكم العلافه المتر البلاستيك بتاعه البطاريه، موجود منها باي كميه. وهنا طبعا ورق خلايا التبريد. يوجد حضراتكم قطع غيار جميع لوحات التحكم، الترموستات او المفتاح السلكتور او التايمر او الكوندكتور، كل حاجه موجوده حضراتكم. يوجد صيانه لجميع لوحات التحكم، ويوجد تصنيع جميع لوحات التحكم حسب رغبه العميل. موجود كمان حضراتكم درج السبله بتاع البطاريه، ده مقاس 95 في 57. وموجود كمان الدرج المتر في متر. ويوجد طبعا حضراتكم هنا لوحه تحكم على ترموستات تي بي 4، ترموستات تي بي 8 مرحله، تي بي 54 لتشغيل اناره وهيتر وشفاط 1 وشفاط 2 وشفاط 3 وخلايا تبريد وانذار عالي وانذار واطي. يوجد كمان حضراتكم طبق التحضير البيور الشركه الهندسيه، والدفايه الاربعه شمعه اللي بنستخدمها حضراتكم تدفئه في الشتاء، دي نفس الدفايه اللي موجوده عندي في الغرفه. هنا حضراتكم طبعا علافات السمان والبخاخات ال 2 لتر. يوجد كمان حضراتكم الشبك الواسع والشبك الضيق. شبك التقديم ده حضراتكم بنفرشه تحت عمر الكتكوت الاسبوع الاول اللي هو من عمر يوم لحد اليوم السابع. والشبك الواسع اللي بنلف بيه البطاريات. طبعا سالت قبل كده من حضراتكم ينفع نقفل جناب البطاريه بشبك التحضير؟ لا، الافضل نقفله بالشبك الواسع، بيكون محمل ويكون عمره الافتراضي كمان طويل، لكن شبك التحضير هيتقطع مننا. يعني الافضل نلف الجناب البطاريه بالشبك الواسع وارضيه البطاريه بالشبك الواسع، وشبك التحضير بيتفرش اول اسبوع فقط وبعد كده بنشيله. يوجد كمان حضراتكم جميع مقاسات السقايات والعلافات الشركه الهندسيه. يوجد حضراتكم علافه 2 كيلو لوك بنستخدمها برضو في التحضير. يوجد كمان حضراتكم علافه 4 كيلو لوك، وعلافه 6 كيلو لوك، والعلافه السمان. وموجود طبعا حضراتكم السقايه ال 2 لتر العاديه، والسقايه 4 لتر العاديه، و4 لتر لوك، و4 لتر اللي هي الهرمي. يوجد كمان حضراتكم الغاطس الخاص بخلايا التبريد، وشفاط 60 في 60 برضو المصري. ويوجد حضراتكم جميع مقاسات خلايا التبريد ورق الوادي، من اول المقاس المتر في 60 لحد اكبر مقاس المتر ونص في 3 متر. يعني جميع مقاسات خلايا التبريد سمك 10 سم او سمك 15 سم ورق الوادي موجود بفضل الله. طبعا انا بنصح دايما باستخدام ورق الوادي، بيكون عمره الافتراضي بيكون طويل. كمان قوه التبريد بتاعه ورق الوادي بتكون ممتازه جدا، يعني هيقلل معاك من درجه الحراره. يوجد كمان حضراتكم جميع خطوط النبل 360 جاهز، بيكون المتر فيه 4 قب و4 نبل. موجود حضراتكم الماسوره متر في متر، ماسوره متر او ماسوره 2 متر او 3 متر لحد اكبر ماسوره 4 متر. طبعا حضراتكم المتر بيجي جاهز، بيبقى فيه 4 قب و4 نبل، وبيجي طبعا كمان بالوصلات اللي هو الكوع المربع في مدور الموصل بيه الخرطوم. وطبعا هنا حضراتكم القب الاحمر البيور، القب العريض زي ما واضح قدام حضراتكم، خامه كويسه جدا تقدر تعيش مع حضرتك عمر افتراضي طويل. المتر حضراتكم بيجي جاهز فيه 4 قب و4 نبل. وطبعا حضراتكم يوجد برضو خطوط نبل مش جاهزه، يعني موجود الماسوره ما فيهاش نبل، وموجود طبعا القب باي عدد، وموجود كمان النبل حضراتكم ال 360.
يوجد كمان حضراتكم ترمومتر الحراره والرطوبه العادي، وترمومتر الحراره والرطوبه الديجيتال، والتايمر اللي هو ال 24 ساعه ممكن نستخدمه في برنامج الاضاءه، البرنامج الاظلام، او نستخدمه على الشفاط، نشغل ربع ساعه نقفل نص ساعه زي ما احنا عايزين. يوجد طبعا حضراتكم مفتاح السرعات زي ما نوهت لحضراتكم قبل كده، ضروري جدا نستخدم مفتاح السرعات على الشفاطات سواء الاتحاد الاوروبي او المصري عشان نقلل سرعه الشفاط، وخصوصا في الشتاء لان طبعا بنبقى مدفيين في الشتاء، ولو شغلنا الشفاط على اعلى سرعه فبالتالي درجات الحراره تنخفض معانا بشكل كبير. هنا حضراتكم العلافه السقايه ال 4 لتر اللوك، والسقايه اللي هي 4 لتر اللي هي الهرم، وطبعا هنا حضراتكم علافات السمان وبخاخه التطهير. كده حضراتكم جميع مستلزمات عنابر الدواجن موجوده بفضل الله. لو حتى حضرتك عايز اي حاجه ومش موجوده في فيديو تواصل معايا واقدر اوفرها لحضرتك ان شاء الله. يوجد حضراتكم شحن لجميع المحافظات. عنوان المحل حضراتكم في مدينه الامل حاليا، اثبت الهجانه سابقا مدينه نصر القاهره. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.